أول ما كتب القلم كتب القلم الله، وكمل السطر بمحمد رسول الله. تلك العبارة التي تسكن قلب وعقل ملايين المصريين الذين لم تجذبهم حملات التشيع منذ العصر الفاطمي إلى الآن، وظلوا يتمسكوا بسنة محمد رسول الله وعشق آل البيت دون تطرف. لكن بعد أن امتدت الحملات الشيعية في الآونة الأخيرة كان لزاما علينا أن نتعرف على رأي الشارع حول قبوله أو رفضه تلك الظاهرة. هم لازم نقتنع كلنا إن هم كفار، هم مش مسلمين. الشيعة دول مسلمين اي نعم، بقى بيمشوا على ان هم بالنسبه لهم مفيش سيدنا محمد وسيدنا علي بن ابي طالب هو الرسول بتاعهم، وده طبعا معتقد غلط جدا، لان القران نفسه بيقول ان سيدنا محمد هو خاتم المرسلين. كفايه قوي البدع اللي بنشوفها، وكفايه قوي لما بنخش على اليوتيوب او بنخش على الفيسبوك وفي السوشيال ميديا عموما نشوف الفيديوهات اللي بينزلوها والرقص اللي بيعملوه والهبل اللي بيقعدوا يعملوه ده كله اصلا. فيعني دي كلها بدع. ده انا شفت فيديو واحد ماسك سيف وبيعور نفسه في راسه وبيعور نفسه في ظهره علشان هو كده لازم يجيب دم، وكله عمال يعور في نفسه وبيرقصوا بالدم ومش عارف ايه وبتاع. ايه ده؟ انا مش فاهم. يعني كوميديا كلنا بنقعد نضحك عليهم. فاللي هو انتوا اصلا ما يعملكوش مكان في البلد، انتوا لازم كلكم تموتوا زي ما بنشوف. لازم كده نجمعهم كلهم ونعمل لهم محرقه جماعيه، فاهمه؟ والله ما بهزر، نعمل لهم محرقه جماعيه كلهم مع بعض، لان هم ولا مسلمين ولا هم يعني بيعملوا حاجات استغفر الله العظيم يا رب. يعني انا بصراحه مش مقتنع اصلا بحاجه اسمها شيعه، مش مقتنع. ما فيش حاجه اسمها شيعه. الشيعه دول، هو على فكره انا كنت عايش في السعوديه، ولما كنت عايش في السعوديه كنت بنخش الجامع عادي نصلي. هناك الشيعة ممكن يخشوا الجامع عادي بيصلوا، بيقوموا حاطين زي ورقه كده ويقعدوا يسجدوا عليها 5 7 سجدات، اللي هم بيصلوا صلاه غير اللي احنا بنصليها اصلا. انا لقيت واحد شيعي قبل كده بيصلي، وبعد ما بيصلي وصلى خلاص وهو لسه بيقول الله اكبر في الركعه الاولى، واحد قام مادد ايده قام مسلم عليه وكمل صلاه عادي جدا ولا اي حاجه. فالناس دي اصلا مش فاهمه في الدين، الناس دي اصلا كفار. تمام. فربنا بقى يعني ربنا يهدي الجميع وربنا يهدينا كلنا. طب لو عرضوا عليك شغل مغري جدا بمرتب مغري جدا في بلد كلها شيعة، هتعيش معاهم ولا لا؟ هعمل حاجه صغيره خالص، هقول له هات الفلوس، هيقول لي لا تشتغل الاول. اشتغل شهر شهرين 3 وهقوم ناصب عليه. انا هنصب عليه علني، انا بقول علني قدام التلفزيون، انا هنصب عليه لان انت اصلا كافر. انت اصلا انا يعني تحمد ربنا ان انا ما قتلتكش. فشغلي لا يمكن اشتغل مع الناس دي لو هنصب عليهم بس، انما مش هشتغل طبعا مع كفار. يعني انا مش موافق على الشيعة اصلا، مفيش حاجه اسمها شيعة، في حاجه اسمها روافض رفضوا خلافه سيدنا ابو بكر ورفضوا خلافه سيدنا عمر وسبوا الصحابه وسبوا زوجات النبي، فدول روافض، دول مش شيعة. ده دين ثالث، ده دين جديد يعني جاي على مصر، وان شاء الله هم عمرهم ما يعرفوا يخشوا مصر، لان مصر دي ارض السنه. عموما المد الشيعي في مصر ده تأثير على المسلمين اللي هم طبعا السنة، لان احنا معتقداتنا الشخصية ما تسمحش ان يبقى في شيعة في مصر. ده لان اول سبب ان مصر دولة اسلامية سنية، والمد الشيعي ده هيأثر لبعض المعتقدات الشبابية اللي طبعا زي مثلا احنا بلد الازهر، طبعا بلد زي الازهر طبعا ما ينفعش يكون فيها مد شيعي. ده هيبقى تأثير على الطلبة، لان في طبعا اعتقادات طلابية او بعض الاحزاب الطلابية بتبقى فيها جماعات يعني مندسة. لا مش موافقة، يعني عشان عندهم عادات تقاليد غير عندنا ومينفعش ان احنا نتعايش معاها. لا طبعا. ايه السبب؟ يعني هم ماشيين على سنة غلط وهم بيقولوا على نفسهم مسلمين، وده اسلام غلط. ايه اغرب العادات والتقاليد اللي بتشوفها؟ اللي هو اليوم بتاعهم اللي هم بيقعدوا يلطموا فيه وكده، ده يوم عاشوراء اللي هو زي النهارده كده، ده يوم غلط، يعني مش المسلمين اللي بيعملوا كده. من حكمته اختلاف عباده وتنوع افكارهم واتجاهاتهم، لكن الخوف من التطرف والتشدد هو سبب وراء استقصاء الناس للمد الشيعي، خاصة أن أهل مصر عاشوا قرون طويلة في اعتدال وسماحة دينية، ولم نرى تلك المناورات الطائفية والمذهبية، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدوم علينا تلك النعمة. رشا البعل، صح النوم.